ليست كل الأصوات في المقابر همسات الريح أو نداء الطيور. أحياناً تسمع أنيناً لا يصدر من فوق الأرض بل من تحتها. في قرية الرماد كان الناس يتجنبون المرور بجانب قبر معين، قبر بلا اسم، شاهدة مكسورة وزهور ذابلة لا يجرؤ أحد على لمسها. لكن منى لم تؤمن بالخرافات، كانت ترى أن ما يقال عن هذا القبر مجرد ترهات عجائز. ذات مساء كئيب ذهبت لتصور وثائقيا عن مقابر القرية لتثبت كذب الأساطير. وضعت الكاميرا ووقفت أمام القبر الملعون، لكن العدسة لم تلتقطها هي فقط، بل شيئا آخر. ظلال تتحرك خلفها، شفاه تتحرك تحت التراب، وصوت هامس خافت: افتحي افتحي. وما إن التفتت حتى رأت الشاهدة تهتز والتربة تنفجر. ولم يعثر على منى بعدها، فقط الكاميرا كانت لا تزال تسجل. وآخر لقطة كانت لقبر يفتح من الداخل في أقصى قرية منسية، تحت ظل أشجار عجوز لا تتحرك حتى مع الرياح. كانت هناك مقبرة قديمة يقال إن الزمن توقف عندها. وسطها تماما يقف ضريح حجري غامض، بابه نصف مفتوح منذ مئات السنين، لا أحد يجرؤ على لمسه. حكاية متداولة بين سكان القرية عن لعنة تخرج من داخله كلما حاول أحدهم إغلاقه. رجال شجعان، أطفال، نساء، كل من اقترب منه إما اختفى أو وجد ميتا بطريقة لا يصدقها عقل. في أحد الأيام شاب يدعى ماهر ضاق بالسخرية التي يتعرض لها من أصدقائه، فقرر أن يتحدى الخرافة. اقترب من الضريح في وضح النهار حيث الشمس لا تنفع، ودفع الباب الحجري بكل قوته حتى أغلق. عاد ماهر إلى بيته يضحك بفخر، لكنه لم يعلم أنه فتح بابا لن يغلق أبدا. في تلك الليلة سمعت أصوات غريبة في منزله، طرقات على الجدران، همسات لا تشبه البشر. ومع منتصف الليل صرخاته شقت سكون القرية، لكن لم يجرؤ أحد على الاقتراب. وفي الصباح وجدت جثته مفصولة الرأس مرمية في ركن الغرفة، وعلى الجدار كتبت جملة واحدة بدمه: اتركوا الضريح مفتوحا، هو لم ينم بعد. في بلدة صغيرة لا يعرفها أحد تقع مقبرة قديمة بلا اسم. يقال إن من يخطو فوق قبر الحاج سليمان ليلا تلاحقه خطوات لا ترى، يسمعها خلفه، قريبة، خانقة، لكن حين يلتفت لا يجد أحدا. ياسر، شاب في العشرين من عمره، لم يكن يؤمن بالخرافات. وفي إحدى الليالي الشتوية تحدى أصدقاؤه واقتحم المقبرة بحثا عن مغامرة، وداس بقوة على أحد القبور وقال: أهو دوسنا، فين اللعنة بقى؟ لكن ما لم يكن يعرفه أن الحاج سليمان لا يغفر السخرية، وأن خطواته بدأت بالفعل. في البداية سمعها خلفه خفيفة، كأن أحدهم يمشي حافي القدمين فوق الحصى، ثم شعر بنفسه يدفع بخفة، ثم رأى ظلا لا يشبهه يسير بجانبه، ولما جرى الظل أسرع. وفي فجر الليلة التالية عثروا عليه راكعا فوق نفس القبر، وعيناه مفتوحتان حتى التمزق، ويداه مشبوكتان على فمه كأنه يصرخ بصمت. لم يتنفس بعدها قط. وعلى قبر الحاج سليمان ظهرت آثار خطوات جديدة، لكنها مقلوبة. لم يكن المقابر يوما مكانا للهدوء كما يدعون، بل هي أماكن تغلي تحت الأرض بأصوات لم يعد أحد يسمعها، وأرواح لم تنهي كلامها بعد. في قرية الدهيماء كان هناك قبر منعزل محفور قرب شجرة جافة ملتوية وكأنها تصرخ من الألم. يقولون إن هذا القبر خبئت فيه امرأة قتلت ظلما بلا صلاة ولا جنازة، فقط صخرة صغيرة وضعت مكانا شاهدتها. ذات ليلة تسلل ماهر، شاب في أواخر العشرينات، كان يبحث عن دليل لمقطع رعب يريد تصويره، ولم يؤمن سوى بعدسة الكاميرا. لكنه نسي أن بعض الأصوات لا تسمع بالأذن بل تنقل من خلال الأرواح. وقف أمام القبر، ضغط ريكورد، وفجأة شق صوت صرخة مكتومة الهواء، لكنه لم يسمعه، فقط سجلته الكاميرا. ثم بدأ جسده يرتعش، عيناه تتسعان وشفتيه تتحركان كأنه يحاول أن يصرخ، لكن لا صوت، وكأن أحدا سرق صوته ودفنه مع تلك الجثة المنسية. عثر في اليوم التالي على الكاميرا تسجل صمتا مطبقا، وعلى الشاشة كان ماهر يصرخ بلا صوت. ليست كل النعوش تغلق إلى الأبد، بعضها يترك مفتوحا عن عمد، لا ليدفن فيه جسد بل ليحبس فيه سر. في مقبرة الغراب الأسود كان هناك نعش قديم من الخشب الأسود مكسور عند الأطراف، وقد نبت عليه العفن، لا يحمل اسما ولا تاريخا، فقط جملة محفورة على الغطاء: لا تفتحه إلا إذا أردت أن تغلقه بنفسك من الداخل. سليم، شاب ثلاثيني،
جاء لتوثيق أغرب ما في المقبرة. لم يصدق تلك التحذيرات وقرر فتح النعش، لكن ما إن رفع الغطاء حتى خرج هواء بارد برائحة موت قديم، وبدأ يسمع أصواتا من داخله، أصوات تشبه صرخاته هو، لكنه لم ينطق. فجأة جذبته يد نحيلة متعفنة إلى الداخل، وأغلق النعش وحده بهدوء. وفي اليوم التالي فتح النعش من جديد، لكنه لم يكن فارغا. كان يحتوي على جسد يشبه سليم تماما، لكن وجهه مشوه وكأنه مات مرتين.